خلص السوبر وكسب الاهلي والناس احتفلت والامور تمام. حالة من التجاهل الغريبة جدا من الاعلام المصري لثلاث مواطنين مصريين مقبوض عليهم في الامارات، عندهم قضية بعثة بتمثل جمهورية مصر العربية في دولة الامارات العربية الشقيقة، السوبر المصري. تجاهل اعلامي غريب جدا جدا للثلاث مواطنين المصريين. سيبك من الكورة بقى والاهلي والزمالك والكلام ده كله، دول ثلاث مواطنين مصريين اتقبض عليهم في الامارات. غلطوا، لكن ما عملوش جرم كبير. تجاهل غريب جدا من الاعلام. ويا اخي حتى الاعلام لما يجي يتكلم بيبقى شوكه في ظهرهم مش معاهم. غريبه جدا. عايز اقول لك الموقف ده لو عكسي، شويه الاعلاميين اللي عندنا دول هيبقى الموقف برضو ازاي ده ناس جايه ضيوف في بلدنا، ازاي تعملوا معاهم كده؟ حتى لو الطرف التاني غلطان 100% ده اللي هيحصل. يعني على الاقل يا عم اطلع، يا عم هم غلطانين ماشي، هم غلطانين، بس اطلع حاول تقرب وجهات النظر، حاول تبقى في ظهرهم. ولما يجي لك مصر هنا اعمل اللي انت عايزه، حاسبه على غلطه. واحد زي الكابتن عبد الواحد السيد راجل ما عملش مشاكل في تاريخه، يعني كان لعيب منتخب مصر وكان كابتن منتخب، يعني ما عملش مشاكل. ليه تجاهل غريب كانهم مش من بلدك يا اخي؟ كل الاعلاميين، بتكلم على كل الاعلاميين، حتى لو في تحركات دبلوماسيه ماشي احنا مش هنعرفها، تحركات دبلوماسيه احنا مش هنعرفها، لكن انت كاعلام لما تبقى شوكه في ظهر اخواتك تبقى غريبه قوي بصراحه، تبقى غريبه جدا بصراحه. كامل الاحترام لدولة القانون، كامل الاحترام لدولة القانون، والقانون لازم يتنفذ. والعيال اللي ماشية على الصفحات تكتب لك انت ده القانون ودي بلد قانون، كامل الاحترام لكل دولة وقانون كل دولة. لكن دول بعثة رايحة، حصل موقف اكيد ما راحوش ضربوا حد من الباب للطاق، اكيد في استفزاز حصل من هنا او من هنا، بعيدا عن تفاصيل الموقف. موضوع لم يكن يستدعي كل ما حصل، كل ما حصل في الموقف. الموضوع ما كانش يستدعي ان كل ده يحصل، لانه زي ما بقول وبكرر دي بعثة بتمثل جمهورية مصر العربية في دولة الإمارات العربية الشقيقة. فالموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل ده بصراحة. أتمنى الأمور تمشي على خير، أتمنى الرجالة دول يرجعوا بالسلامة، أتمنى الموقف كله يعدي على خير. لكن عمرنا ما هننسى موقف الإعلام المصري من ثلاث مواطنين مصريين مقبوض عليهم في الإمارات، عندهم قضية في الإمارات، محدش بيساندهم، محدش بيتكلم عليهم، محدش بيجيب سيرتهم. بل لما بتجيب سيرتهم ان انت بتغلط فيهم وبتاكد ان هم غلطانين، وبتقول لازم القانون ياخد مجراه، ولازم ولازم ولازم. وباكد تاني لو الموقف عكسي هتبقى انت برضو موقفك عكسي، وهتقول ان احنا هنا اللي غلطانين، واحنا هنا اللي عندنا الازمه، واحنا هنا اللي عندنا المشكله. مش هننسى موقف الاعلام المصري من ثلاث مواطنين مصريين مقبوض عليهم في الامارات. ربنا يفك كرب الرجاله، وان شاء الله الامور تعدي على خير، وان شاء الله الناس في الامارات باذن الله يخلصوا الموضوع على خير، والرجاله يرجعوا بلدهم والامور تنتهي باذن الله. واتمنى اتحاد الكوره يكون مبسوط من الموقف اللي حصل.